يلا نعمل مع بعض أجمل كفتة داوود باشا هتشوفوها. تحفة جدا، جميلة وطعمها روعة يا جماعة، وحكايتها حكاية. يلا نعرف الطريقة مع بعض يا حبايبي. أنا معايا دلوقتي يا حبايبي نص كيلو من اللحمة المفرومة. أنا معايا هنا شوية من البهارات، معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة برضو من الجنزبيل، ومعايا شوية كمون، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعايا بصلية متوسطة، وايه وربع يعني ايه ربطة كده من البقدونس، واخدة الورق بتاعها بس. خلاص. وفرمتهم بقى كلهم في الكبة كده مع اللحمة. خلاص زي ما انتوا شايفينها كده حبايبي. بعد ما فرمتها مع اللحمة، الخضار يعني سبته في التلاجة. اللحمة تتشمع شوية، وفي نفس الوقت عاوزة اللحمة تتشرب من البهارات كويس جدا. خلاص. انا كنت هنا بوريكم شايفين اللحمة يعني متجانسة كويس جدا، تحسوا ان الانسجة بتاعتها كلها متداخلة في بعضها عشان احنا لفيناها في الكبة كويس جدا. خلاص. طيب بعد بقى ما خليناها تقعد في التلاجة بقى بتاع براحتها كده بتاع ساعة او نص ساعة انتي ووقتك، طلعتها بقى من التلاجة وبنعملها كور كده. طبعا انتوا عارفين الشكل المتعارف عليه لكفتة داوود باشا، اللي هو الشكل الكفتة الكور بتاعنا ده. خلاص زي ما انتوا شايفين كده بنقعد نكورها كده ونحطها فين في الدقيق. انا معايا السرفيس بتاعي ده موجود فيه شوية كده من الدقيق. ليه بقى عايزين نعفر كده الكرات اللحمة بتاعتنا، عايزين نغلفها كلها من الدقيق. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الكمية دي، يعني ما شاء الله عليه نص كيلو عمل لي الكمية دي كلها. على فكرة هي أكلة منجزة جدا وسريعة جدا، يعني بتوفر وقت كتير قوي. اي حد مشغول بقى يعملها. خلاص انا هنا بعد ما طبعا بعد ما بغلفها كلها بالدقيق، بغربلها كده بايدي، يعني بنزل الدقيق الزياده وبكورها كده على طول، عشان عايزه الكورات تطلع منتظمه كده وحلو. خلاص انتوا شايفينها كده معايا. طريقه سهله يا جماعه وسريعه قوي، ما بتاخدش وقت خالص. يعني اللي عندها مشوار او مشغوله او اي حاجه هتضيع وقتها يعني في الاكل، لا تعملها على طول. خلاص. هنا بقى هنسويها. طيب انا جبت هنا الجريل، حطيت فيه شويه كده من الزيت، هخليهم يسخنوا الاول. وجبت هنا حله حطيت فيها شويه زيت زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت طبعا ملح. ليه بقى؟ هنسلق جنبها مكرونه. طبعا انتوا عارفين ان كفته داوود باشا بتبقى حلوه قوي مع المكرونه، وخصوصا كمان الاسباجيتي. خلاص. اللي حابه بقى تعمل جنبها رز بشعريه بتبقى جميله جدا برضو بالرز بشعريه على فكره. ولكن انا حبيت اعملها جنبها، يعني المكرونه الاسباجيتي بتبقى احلى كمان. خلاص. هنا بقى الزيت بتاعنا سخن كده، وقمت نازله بالكرات الكفته اللي احنا عملناها مع بعض. عايزه اقول لكم يا جماعه الكفته دي كانت تتاكل اكل لوحدها. كان طعمها خطير، البهارات اللي احنا حطيناها لها كانت تحفه. وما تنسوش القرفة والجنزبيل على الكفتة بتاعت داوود باشا، بتفرق جدا في الطعم. يعني بتبقى مميزة جدا بسبب القرفة والجنزبيل بتوعها، بتبقى خطيرة. ماشية على البهارات بالظبط. يعني هتاكلي احلى كفتة داوود باشا. ومش عايزة برضو خليكم تنسوا ان احنا حاطين على بهارات الكفتة دي معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، عشان خاطر الكفتة بتاعتنا متبقاش مكتومة. خلاص. هنا بقى زي ما بوريكم هنا بدي تقليبه كده للكفته، بس اما اخليها تاخد لون الاول من تحت كده، بقوم مقلباها زي ما انتوا شايفين كده. انا اهم حاجه عندي الكفته كلها تتحمر، عشان اتاكد من التسويه بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده ايدي فيها كل شويه. وما شاء الله عليها الكفتة بتاعتنا ما فكتش مننا، لان احنا سمغناها حلو جدا في الكبة، وسيبناها تتشمع كمان شوية في التلاجة. فدي يعني حاجات خلت الكفتة بسم الله ما شاء الله عليها معانا ناجحة جدا، لانها ما فرولتش معانا في الطاسة. خلاص. انا هنا بقى كانت الميه بتاعه المكرونه غلت، نزلت بقى بالمكرونه الاسباجيتي. وخلي بالكم احنا مش عايزين المكرونه الاسباجيتي تتعجن يا جماعه. خلي بالنا طبعا كلنا بنعرف نسلق مكرونه، لازم تبقى المكرونه فيها عضه شويه. خلاص. انتوا شايفين كده ايدي كل شويه في الكفته، عشان تتحمر كلها واتاكد من التسويه بتاعتها. خلاص. هنا بقى كنت بختبر لكم هنا المكرونه، بقول لكم هنا لازم تشوفوا شايفين، لازم المكرونه يكون فيها عضه، ما تت ما تسوش على الاخر. خلاص. بس الموضوع سهل وبسيط خالص. هنا كده المكرونه بتاعتي كانت هنا اساسا كانت خلاص استوت.
3/4 سوا، قمت مصفيه بقى في المصفى، وبنزل عليها على طول بميه ساقعه عشان خاطر توقف التسويه بتاعتها وما تعجنش مني. لو انت مش حابه تنزلي عليها ميه ساقعه بقى براحتك، ولكن انا بقولك اللي انا بحبه. خلاص. هنا بقى كانت الكفته بتاعتنا بقى اتحمرت واستوت ما شاء الله عليها، شايفين لونها؟ كل شويه زي ما انا بقول لكم كده قلبوا فيها علشان ايه تاخد كلها الكور كلها كده، تاخد ايه اللون الاحمر الجميل ده. خلاص. بس موضوع سهل وبسيط خالص. مسافة بالظبط يا جماعة يعني نص ساعة بالظبط تلاقي الأكلة اتعملت. سريعة جدا. شايفين انها تحميرها جميلة جدا ما شاء الله عليها. خلاص. يلا هنا بقى نعمل بقى الصلصة بتاعت الكفتة في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها الكفتة، عشان ده ايه الصلصة تاخد الطعم الجبار بتاع الكفتة بتاعتنا. انا هعملها في نفس ايه الطاسة. خلاص. طيب انا عملت هنا بقى ايه، نزلت كده يا حبايبي على الصوص بقى اللي منزلاه الكفتة والزيت برضو اللي انا كنت مسويه فيه الكفته، بصلايه كده صغنونه صغيره خالص. اللي حابه تستغنى عن البصلايه الصغيره دي براحتها، ولكن انا بحب احط بصله صغيره. البصل بيدي طعم جميل جدا للاكل. خلاص. انا حابه البصل تاخد ايه تشويحه بسيطه كده، بنزل عليها بثلاث فصوص كده من الثوم. لو انت بقى مش حابه البصله وحابه تعملي الاكل على طول بالثوم مفيش مشكله، ولكن انا حبيت إيه بحب قوي ريحه البصل يعني في الاكل، بيدي طبعا تطعيمه حلوه جدا كلنا عارفين كده. فانا قلت مفيش مشكله اما نحط ايه بصلايه كده تدي نكهه خطيره. خلاص. وحطيت هنا زي ما قلت لكم كده 3 فصوص توم. عايزه ريحتهم بقى تطلع كده. اول ما تطلع هنزل عليهم ايه بمعلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه. طبعا انتوا عارفين قد ايه الكزبره الناشفه خطيره. بس انتوا شايفين كده كزبره ناشفه بقى مع بصل وتوم، عايزه اقول لكم بقى الريحه وقتها بتبقى جباره. خلاص. ما تنسوش يا جماعه ان انتوا تسووا ان انتوا قصدي تعملوا الصلصة بتاعت الكفتة دي في نفس الطاسة بتاعت الكفتة، بتفرق كتير جدا في طعم الصلصة، بتبقى طعمها خطير. خلاص. هنا بقى بعمل ايه برضو بجيب هنا ايه نص معلقة صغننة كده من هريسة الشطة. انا عاملة هريسة الشطة دي وحطها في الفريزر عندي، بستخدمها على طول في الاكل اللي بيحب بقى السبايسي. انا بحب السبايسي جدا في الاكل. فحطيت ايه نص معلقه صغيره كده من هريسه الشطه، لان هي حراقه جدا جدا. لو مش حباها تحطيها ما تحطيهاش، دي حاجه اختياريه جدا. خلاص. بديلها بقى تقليبه كده بقى مع البصل، الريحه تطلع وبنزل على طول بالصلصه. خلاص يا جماعه. طيب دي الطماطم دي انا ضربها في الخلاط. انا بحب الطماطم الفريش جدا عن الصلصه المعلبه يعني. فضربت كده كذا طماطمايه كده في الخلاط وبنزل بيها. طيب بتعملي كميه صلصه قد ايه؟ على حسب الكميه بتاعتك اللي انت عاملاها للكفته. يعني مثلا لو عامله مثلا حبه كفته صغيرين، فطبعا مش هتعملي صلصه كتير قوي. انا عامله نص كيلو مثلا من اللحمه زي ما انتوا شفتوا، فانا عملت عليهم شويه الصلصه دول. خلاص. حابه بقى تصفي الصلصه مفيش مشكله، ما انتش حابه براحتك. انا ما صفيتهاش لان الصلصه بتاعت داوود باشا بتبقى إيه يعني بتبقى يعني تقيله ومديه على الخفيف شويه، يعني لا تبقى تقيله قوي ولا خفيفه قوي. انا بحبها الصراحه من غير ما الصلصه اصفيها. لو انت حابه تصفيها براحتك مفيش مشكله. طيب حطيت هنا ايه بهارات بقى عليها. حطيت معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان معلقه صغيره من الكمون. خلاص يا جماعه. وطبعا هحط دلوقتي الملح، طبعا بقى لازم بقى ايه نملح الصلصه بتاعتنا عشان يبقى طعمها جميل كده. عايز اقولكم الصلصه دي كانت لوحدها روعه. طبعا ما شاء الله عليها كانت يا جماعه تحفه جدا، جربوها والله مش هتندموا. سريعه وسهله وجميله جدا يعني، حتى كمان ممكن تعمليها في العزومات ماشيه معاكي خطيره. خلاص. هنا بقى كنت بقلب هنا الصلصه. هنا بقى عايزاكم يا جماعه ما تنسوش معلقه صغيره بقى من السكر عشان خاطر ايه الحموضه بتاعه الايه الطماطم، نمنع اي حموضه خالص للطماطم. هتشوفوني دلوقتي بحط معلقه صغيره من الصلصه. طيب انا بعمل هنا ايه دلوقتي يا جماعه للصلصه، بديها غلوه قبل ما انزل ايه بالكفته عليها. زي ما انتوا شايفين كده حطيت معلقه صغيره كده ايه من السكر وبقلب. هنا كانت الصلصه بتاعتي هنا خلاص كانت هنا ايه قربت اهو تتسبك، فانا هنزل عليها على طول بالكفته. انا حابه ايه الصلصه تاخد من طعم الكفته كده شويه، يغلوا كده مع بعض شويه. فنزلت زي ما انتوا شايفين كده بقى بالكفته والصوص طبعا اللي نزل من الكفته طبعا ما نرميهوش. الطعم بيبقى طعمه جميل جدا. خلاص.
زي ما انتوا شايفين كده بقلب بقى الكفتة في الصلصة، وهسيبهم ايه يغلوا مع بعض كده ايه 5 دقايق، الكفتة والصلصة ياخدوا من طعم بعض. خلاص. عايزه اقول لكم بقى الصلصه دي اما بتنزل بقى كده على المكرونه اللي احنا عاملينها دي، وتاخدي وتاكلي كده بقى حته كفته مع الصلصه ومع المكرونه، حاجه كده وهم خطيره جدا. زي ما انتوا شايفين هنا ايه، انا اديت غلوه كده بقى ايه للكفته إيه مع الصلصه، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليها اتسبكت مع بعض. بس تخلي بالكم احنا مش عايزين نسبكها على الاخر قوي، عايزين صوص يكون شويه صوص كده في الصلصه. خلاص. عشان طبعا احنا هنحطها على المكرونه، فما ينفعش تبقى تقيله قوي قوي، لازم يبقى فيها ايه شويه صوص زي ما انتوا شايفينه كده. فانا طبعا بقى حطيت بقى المكرونه بتاعتنا في سيرفيس كده بقى وبنغرف. إيه بحط بقى كرات الكفته بقى عليها. اجمل كفته داوود باشا يا جماعه، هتاكلوها بصي تحفه جدا، اولادك هيحبوها جدا. إيه تعمليها في العزومات بجد هتشرفك، حلوة قوي قوي، طبق جانبي كده جميل قوي. خلاص. بس بنغرفها بقى وبنقدمها، حطي بقى جنبها مخللات. زي ما انا قلتلك لو مش حابه تعمليها جنب مكرونه ممكن تعمليها جنب رز بشعريه برضو بيليق عليها قوي، تبقى جميله جدا. خلاص. هنا بقى كانت معانا اجمل كفته داوود باشا، وماما عامله لنا شويه خيار مخلل كده قمر. كده الفيديو حبايبي خلص، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، مع السلامه.